كريستيان جروس سافر، عاد الى سويسرا مع اسرته وانهى كل حاجه على متعلقاته في القاهره، وعاد الى سويسرا دون ان يجلس معه احد. يعني لم يهتم به احد ولم يجلسوا معاه، ولا اتعملت حفله الشاي والكيك زي ما سربوا الاعلام الاستاذ عمرو الجنايني ولا حد خالص. الراجل ماشي مقموص زعلان. طب خد المفاجاه، كريستيان جروس قرر شكوى الزمالك للفيفا، قضيه جديده للزمالك في الفيفا. من كتر القضايا بقى، في قضيه مشلاك، ودي قضيه كريستيان جروس بالعربي كده، والراجل راح هناك رفع عليكم قضيه في الفيفا كالمعتاد. يعني كلام امير عزمي مجاهد صحيح 100%. يعني الراجل ما كذبش ولا حاجه. امال انتوا عايزين تعاقبوا يعني امير عزمي مجاهد ليه وتشطبوه من النادي والحوارات؟ ما الراجل طلع على الحقيقه يا عم. انت ليه لا قعدته ولا اكلته كيك ولا اديته 270 الف دولار بقيت حقه؟ يعني بقيت مستحقاته ولا اي حاجه خالص. فالراجل كده كده طبيعي هيروح يشتكي في الفيفا. ما هو انتوا بتجيبوا اللاعب الاجنبي يلعب معاكم شهرين ثلاثه اربعه خمسه، ما ياخدش مرتبات، تقولوا له توكل على الله وامشي، تطردوه من النادي، يروح رايح رفع عليكم قضيه تقف فيها ايقاف قيد 3 مرات 4 مرات. يعني الدنيا تبقى ماشيه معاك فل كده، وترجع تقول لي في الاخر برضه مؤامره كونيه على نادي الزمالك بسبب عدم دفع مستحقات اللاعبين. واحنا معناش يا جماعه فلوس، واحنا النادي المظلوم في الدوله، والدوله ما بتقفش جنبنا، مع انك انت دافع في الموسم اللي فات لايقاف القيد لوحدك 950 مليون جنيه.